السلام عليكم. السلام طيبين. الكاتب الأديب محمد خليل موجود؟ اتفضل. شكرا. السلام عليكم. سيادة الكاتب والأديب محمد خليل موجود؟ أهلا. مدير بيت ثقافة البصرات المحترم الخلوق. الله يخليك. بجد ونعم الناس والله. الله يخليك. شرفنا بالكاتب والأديب محمد خليل وفخر وإعزاز وتقدير. انا ليه نايم؟ طبعا الاستاذ محمد خليل صاحب الفضل الاول بعد الله سبحانه وتعالى ان اصل الى ما وصلت اليه في الادب والكتابه والشعر. فطبعا احد اعمالي واخر اعمالي الادبيه اللي طبعا ما بخطيش خطوه بدون راي ومشوره الاستاذ محمد خليل صفحات من حياه رفعت خوينس. كل الفخر والاعزاز والتقدير أستاذي ومعلمي وفخر البصرات وفخر الدقهلية الكاتب والأديب محمد خليل. اتفضل يا محمد. أنا عايز بقى كلمة حلوة من الأستاذ محمد خليل كده لابنه الروح أشرف خوينس. يعني في الحقيقة أنا ألاقي واحد يعني يبقى عنده يعني خوف على الثقافة في البصرات، مش هلاقي أكتر من أو أكبر من الشاعر الكبير أشرف رفعت خوينس. فهو حقيقة يعني من المبدعين الجادين، وكان المفروض يعني لو تواجد في القاهرة زي ما كانوا بيقولوا لي زمان ما قعدش في القاهرة ليه يا أستاذ محمد، كان وضعك غير كده تمام. قلت لهم لا، كان كويس كده جدا إن أنا قاعد في المنصورة وأبقى قاعد في الأقاليم زي الناس الكبار اللي في أمريكا وأوروبا والكلام ده. الحمد لله الأستاذ أشرف راجل يعرف قيمة الثقافة ويعرف تأثير الكلمة على الناس في القرية، وهو بيتحرك طبقا لظروفه المادية زي اللي هي ظروفنا كلنا مع بعض. فلو كان يعني لو كان ده جه وهو في ريعان الشباب زي ما بيقولوا في أول الوظيفة، لأن الوظيفة أحيانا بتقصد الإبداع عند الناس، يعني عند الأدباء والمبدعين والشعراء والكلام ده. فربنا ييسر. أنا كل ما بشوف صورة وهو في ثقافة البصرات بحس إن الثقافة منورة بأشرف رائد الثقافة في غير ثقافة البصرات. الفضل في المكان بعد الله سبحانه وتعالى هذا الرجل في السلامة إسماعيل شعلة النشاط في محافظة دائرة أمانة ونعمة في ثقافة البصرات. الله ما تحرمش من الله. وهو الحظ إن هو كان أستاذ سلامة. لو كان ابن البصرات أو المنزلة أو الجمالية يعني المشوار كان بالنسبة له فعلا كان أكثر وأكثر بجد إن شاء الله والله. لكن ظروف العمل الإداري هي اللي كده. هذا الطفل الأمانة والضمير وله الفضل بعد الله في إجراءات وتسهيل إجراءات تسمية المكان باسم قاعة الأديب محمد خليل اسماعيل. طبعا الراجل ده مش هو أول خطوة، أصبح تاريخ. ده أقل شيء يعني كان أتمنى إن بيت ثقافة البصرات كله يبقى باسم الأديب الكبير. هو لو كان عامل يعطل الكلام ده كان يحط الورق في الدرك شوية، كان يعمل مش عارف. كنت يعني أنت قامة كبيرة بشرف لنا يا أستاذ محمد. اعذروني ان كنت دخلت عليكم الدخله ديت فسجل اللقاء عشان تكون لحظه تاريخيه، وان شاء الله سترفع على قناتي على اليوتيوب وهتفضل ذكرى تاريخيه تمجد القيمه والقامه والاستاذ الفاضل مدير هذا البيت الراجل الذي اعطى بكل جهد وكل امانه وكل لا فضل جهد حضرتك جهد الاستاذ محمد خليل.